منشور أنزله مدير الأوقاف الوالي حفظه الله تعالى يدعو فيه الناس إلى الحذر من إطلاق الرصاص في الأعراس وفي الأوقات غير الأعراس في الهواء، فإن ذلك له مضار شديدة وعليه وكذلك له ثمار قبيحة على النفس وعلى المال وعلى سكان البلاد وعلى كذلك ممتلكاتهم وقدراتهم. من ذلك إهدار الأموال، أن يضرب الرجل في الهواء كذا من الطلقات محتاج لها في أشد ما يكون لمواجهة أعداء الله، ومحتاج لقيمتها في القيام بحق أسرة من الأسر، فإن 30 طلقة تطلق في الهواء ربما كانت سببا في أن يتغذى منها أسرة كذا وكذا من الأيام. وكذلك عباد الله إطلاق النار في الهواء سبب لترويع الآمنين وسبب لأذى الآخرين، فكم من طلقة سقطت من السماء فجاءت في جسد بريء فأردته قتيلا، والله عز وجل يعلم من الذي أطلق هذه الطلقة، وسيأتي هذا القاتل يوم القيامة وقد أخذه المقتول ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وهو لا يدري أنه هو القاتل لأنه رمى في الهواء وجاءت طلقته في جسد من الأجساد له حرمته عند الله رب العالمين. وكذلك من مضارها أنها عباد الله كانت سببا في القريب والبعيد في أن تؤذي كثيرا من الشمسيات، من الألواح الشمسية الواقعة على البيوتات، فكم من شمسية لفقير أو غني صاحبها اشتراها بكذا وكذا من الأموال لتكون سببا في توفير الهواء البارد وتحريك المراوح داخل البيوت والأضواء داخل البيوت في ظل الأوضاع المرجية الموجودة في البلاد، فيتفاجأ أن هذه الشمسية قد انكسرت وانتهت بسبب طلقة اخترقت هذا اللوح، فكان سببا في إطفاء الأنوار في بيت من البيوتات فيحاسب عليه عند الله رب العالمين. فكيف كذلك إذا كان هناك مشروع ضخم كالمشروع الذي جاء من قبل الدولة أو دولة صديقة، جاء هذا المشروع ليكون سببا في تفريج الكرب عن الأمة وتفريج هذا الحر الشديد على الأمة وإضاءة الأنوار لهذه البلاد بلاد عدن، ثم يتفاجأ أن كذا وكذا من الألواح قد تحطمت وانتهت بسبب الرصاص الراجع من تلك البندقيات التي طاش أصحابها من الشباب الطيش ورفعوها في السماء يضربون بها لا يدرون أين تصل، فوقعت في مضارتهم ومضارة الناس ومضارة عباد الله، وتسببوا كذلك في إظلام البيوت وفي ظلم الناس، وتسببت في تخريب هذا المشروع الذي يعود نفعه عليكم أنتم معشر الآمنين، معشر الصالحين، معشر الساكنين في هذه البلدة بلدة عدن. فليكن عندنا ثقافة وليكن عندنا وعي يا معشر الشباب، اتركوا هذا الطيش واسمعوا كلام عقلائكم ونصحائكم، واتركوا الضرب في الأعراس واتركوا الضرب في الهواء، اتركوا ذلك. نعم يا عباد الله، للأسف أنك ترى ظاهرة فاشية وقلوبا أو رؤوسا منتشية إذا كان زواج أحدهم أو أولادهم وإذا بهم يذهبون لاستحضار كذا وكذا من الرصاص، ولربما ذهب بعضهم يشحتها شحتا من مسؤوليه ومن قواده قادة الكتائب وقادة الألوية ليأتي يتباهى أمام الناس فيضرب تلك الطلقات في الهواء التي تدل على دناءته وعلى خفة عقله. فأربأ بالشباب شباب عدن أن يكونوا من هؤلاء الأصناف، أربأ بهم أن يكونوا من هذه الأصناف، وعليهم أن يكونوا عند مستوى العقل والنظر في مصالحهم دائما.